القصبة. بمجرد تواجدك بها أنت تعانق التاريخ وتستنشق عبق التراث، حتى وإن كنت لا تنتمي إلى حضارة المكان. هذا ما عبر عنه هؤلاء المتعاملون السياحيون الأجانب بعد أن خاطبت وجدانهم المعالم الحضارية والثقافية بالقصبة، وانتزعت منهم ابتسامات الإعجاب. أتيت إلى الجزائر لخوض هذه التجربة الرائعة التي سمحت لي بالتعرف على واحد من أروع الأماكن في العالم. أحببت هذا البلد كثيرا لأنه يضم أماكن رائعة وشعبا لطيفا جدا. الأكيد أنني سأعود إلى هنا مجددا. هذه الجولة استمرت لتشمل أماكن عديدة بالعاصمة، مثل قصر رياس البحر ومتحف الفنون الجميلة ومتحف المجاهد ومقام الشهيد وحديقة التجارب، ليترك كل مكان بصمة سحره وانطباعا سيكون الدافع لهؤلاء في العمل على جلب السياح إلى الجزائر. أهم ما يميزكم كجزائريين اعتزازكم بهويتكم الثقافية العريقة وابتسامتكم التي تأسر القلوب. دخلنا أحد المنازل بهذا الحي العريق وصعدنا إلى السطح، حيث شاهدنا منظرا جميلا يطل على مدينة الجزائر بأكملها وعلى الواجهة البحرية. يجوا لي زيترونجي ويجوا من كل مكان، كما نقولوا احنا من كل بلاد كما كانت مع الاول. تما احنا رانا هنا باش نشرفوا كما نقولوا احنا بلادنا، ونشرفوا كما نقولوا احنا كانت حومتنا. باش لي زارتيزون حنا فاميليا نخدموا الحاج تاع القصبه، ورانا نديروا اللي علينا ونرحبوا بهم ونخلوهم يتصوروا الاز ويسيبوا راحتهم ونضيفوا بهم، والحمد لله. كان هناك اليوم اكتشاف لهذا المتعاملين السياح واعجابهم اليوم بكنوز الجزائر. الهدف أن يكون هناك وصل تقارب بين هذه المتعاملين الأجانب وتوصيل وترويج للسياحة الجزائرية. ما هذه الجولة إلا بداية للبرنامج الذي أعدته وزارة السياحة لهؤلاء المتعاملين، والوجهة القادمة ستكون تامنراست، والأكيد أنها واحدة من الأماكن التي يهتم بها السياح الأجانب.